أصبحت المنافسة شرسة جدا بين النادي الوداد المغربي والنادي الأهلي على اكتساب اللاعب أشرف داري. نادي الوداد بيقول إن أهم شيء هو موافقة اللاعب، ومن الواضح كده إن هو خد موافقة اللاعب أشرف داري، لكن النادي الأهلي بيقول أهم حاجة الاستغناء من النادي الفرنسي على اللاعب. والجدير بالذكر لنادي الوداد المغربي هو نادي أشرف داري الأصلي، وهو طلع على سبيل الإعارة سنتين، سنة قضاها في نادي بلجيكي وسنة تانية قضاها في النادي الفرنسي، وما زال الصراع قائم بين الناديين على اكتساب اللاعب. الخبر الثاني السريع للقلعة الحمراء والمارد الأحمر النادي الأهلي، اللاعب محمد علي بن رمضان في 4 أندية دخلت الصراع بين الأهلي على إنهاء التعاقد، برغم إن النادي أكد للأهلي إن خلاص الصفقة رايحة للأهلي، لكن في 4 أندية قوية جدا دخلت في المنافسة وعلى رأسهم الأهلي السعودي. إن شاء الله يتحسم الموقف لصالح النادي الأهلي، خصوصا إن اللاعب جه وعمل كشف طبي وتم الموافقة على كل حاجة. في السابق ادى كلمة شفوية للأهلي إن اللاعب خلاص هينتقل صفوف النادي الأهلي المصري. النجم الكبير الحريف الجميل مروان عطية اللي أنا بحبه، مروان عطية بيقول تعودنا على الضغط في الأهلي ولم أعلم أحداث سموحة سوى في غرفة الملابس. أدلى مروان عطية لاعب النادي الأهلي بتصريحات تلفزيونية تحدث فيها عن الموسم المنتهي مع القلعة الحمراء وحصاد العديد من البطولات، وأكد اللاعب أن ما يتعلق بأحداث مباراة سموحة وما حدث من الجمهور لم أكن منتبه لتلك الأحداث فقط كل تركيزي كان في المباراة والفوز بها، وانتقلت فورا لغرفة الملابس ولم أعلم شيئا من الأحداث التي تمت. النجم محمد الشناوي أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي أن القلعة الحمراء كيان كبير بالنسبة له، وقال كمان الشناوي في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي بيعمل كل حاجة علشان يفرح الجمهور، وفي حاجات كتير الجمهور ما يعرفش عنها حاجة لأن هم مش جوه النادي، وبنشوف الجمهور وهو بس ورانا في الملعب. وطلع الشناوي قال ان الخطيب حاجه كبيره جدا يا جماعه، واهم حاجه عنده مصلحه النادي وبيعمل كل حاجه علشان مصلحه الاهلي، واحنا بنعمل كل حاجه للنادي علشان نجيب بطولات ونفرح الجمهور. والشيء الجميل اللي اضافه محمد الشناوي قال ان فاضل 6 شهور على عقد ولم يتم التجديد حتى الان، واعتقد ان المسؤولين مشغولين جدا بحاجات تانية كتير، وهم عندهم ثقه ان لما يتكلموا معايا في التجديد على طول مش هتاخر. عروض خارجيه للنجم مروان عطيه. اكد مروان عطيه لاعب الفريق الاول للنادي الاهلي انه حاليا يوجد عروض خارجيه له خلال الفتره الحاليه، مشيرا الى انه يركز فقط على مسيرته مع المارد. وقال مروان عطية في تصريح له عبر قناة اون تايم سبورت ان العروض الخارجية هذا الكلام سابق لاوانه، لكن لديه عروض خارجية ولكنني اركز في مسيرتي مع النادي الاهلي واحب تواجدي فيه. اضاف مروان عطية ان التتويج بالدوري هذا الموسم اظهر شخصية الاهلي القوية في المباريات الكبيرة كمباراة بيراميدز، لم تكن الاصعب ولكنها كانت من اجمل المباريات التي لعبها النادي الاهلي، فهذه المباريات كنت تشعر فيها بقوة الدوري العام. واضاف مروان عطية هل شعرنا أن بيراميدز هو القريب إلى الفوز في تلك المباراة في أي مباراة مع النادي الأهلي، لكن لا تحسم المباراة إلا مع صافرة. وتم مروان عطية تصريحاته قائلا الموسم القادم هو الأصعب بالتأكيد، وسيكون موسم صعب وضغطنا كبير جدا على الفريق، ولكننا سنكون على قدر المسؤولية فيه إن شاء الله. كده وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.